طبعا كلنا بنعرف انه بداية العورة بلشت من درعا قصة اظافر اطفال وعجال ما بعرف مين، والكذب اللي اخترعوه. بغض النظر اول اسبوع، الاسبوع الثاني انتقلت من درعا الى منطقة بالزبداني. في منطقة بالزبداني فيها فرع لامن الدولة، تم الهجوم على فرع لامن الدولة من قبل هيدي العورة المأجورة اللي اخذوا اموال لتدمير سوريا. كلنا بنعرف ان الدولة عنده سلاح، يعني عناصر امن الدولة دايما السلاح موجود معهم، وبيقدروا يقوصوا اي شخص عم بيقرب على افرع امنية داخل سوريا. بفرع الزبداني هجمت هيدي العورة على فرع لامن الدولة. عناصر امن الدولة قوصوا بالهواء، وهيدا عن لسان الاب الروحي لهي الثورة. الاب الروحي لهي الثورة وبلسانه عم بيحكي، وشخص معروف. الدولة تحفظت بعرض بعض الاشياء اللي صارت من 2011 لغاية اليوم، هيدا شيء بيختص بالدولة. ولكن انا رح اعرض كذا فيديو صار هني بعد ما حدا شايفهم على التيك توك كله او نازلين على مواقع التواصل الاجتماعي. آه، وقت تم الهجوم على فرع لأمن الدولة بمنطقة الزبداني، تم إطلاق النار من عناصر فرع أمن الدولة بالهواء. هدول العورة وقت شافوا أمن الدولة عم بيقوس بالهواء هجموا على الفرع، هجموا عندهم سلاح أبيض اللي هو السكين، قتلوا عناصر من أمن الدولة، حرقوا العقيد اللي موجود بأمن الدولة بفرع أمن الدولة، وكل شيء موثق بالصوت والصورة. عم قلكن على اللسان الأب الروحي لهاي العورة، هو اللي عم يتكلم بعض مثل لسانه وقت صار بالشمال السوري، عم يتكلم شو صار بالتفصيل. طيب ليه أمن الدولة ما أطلق النار على العرصات اللي هاجمين على فرع أمن الدولة بمنطقة الزبداني؟ هجمتوا على فرع أمن الدولة بالزبداني، حرقتوا مكتب العقيد والعقيد كان بقلب المكتب، هجمتوا على عناصر أمن الدولة بالسكاكين وضربتوا العناصر بالسكاكين. فاليوم شلون بتكون سلمية ثورتكم؟ وقت اللي بتطلعوا بدرعا بحجة سجن أطفال وقبع أظافر، بيطلع إمام الجامع بدرعا بيقول أنا شفت الأطفال ولا طفل مقبعين أظافره، فوين بتكون سلمية؟ وقت اللي بتروحوا على درعا البلد بتقتحموا مقفر للشرطة، بتقتلوا عناصر الشرطة الموجودة بالمقفر، وبتحرقوا سيارات الشرطة، وبتاخدوا سلاح الموجود للشرطة، فشلون بتكون سلمية؟ وقت اللي بتفوتوا على المحاكم وبتحرقوا المحاكم، فشلون بتكون سلمية؟ وقت بتفوتوا على الإدارات الحكومية وبتحرقوها وبتحرقوا كل الملفات وبتضربوا المواطنين، فشلون بتكون سلمية؟ وقت اللي كنتوا تكمشوا عسكري وتقتلوه، شلون بتكون سلمية؟ وقت اللي تطلعوا بشعارات سلمية سلمية بدنا نبيد العلوية، شلون بتكون سلمية؟ وقت اللي بتطلعوا بشعارات سلمية سلمية ثورتنا إسلامية ببلد بدنا بنرجع نعيد ملان طوائف، شلون بتكون سلمية؟ وقت اللي بتصنعوا قذائف جهنم وبتضربوها على مناطق الدولة وعلى الجيش العربي السوري، شلون بتكون سلمية؟ وقت اللي بتعملوا أنفاق مع التواطؤ مع اللواء إدريس، شلون بتكون سلمية؟ وقت اللواء إدريس بيفتح مخازن السلاح تبع الدولة وبيقول لكم خذوا أسلحة وبتفضوا مخازن الأسلحة تبعت الدولة، شلون بتكون سلمية؟ وقت بتتقاسموا 20 مليون دولار بالغوطة، شلون بتكون سلمية؟ وقت اللي بتذبحوا عساكر، شلون بتكون سلمية؟ وقت اللي بتدخلوا مرتزقة، شلون بتكون سلمية؟ وقت اللي بتفتحوا معبر أبو كمال وبتدخلوا الرايات من هنيك، شلون بتكون سلمية؟ أنا ما عم بفهم وين السلمية بالموضوع. وقت اللي بتقولوا المسيحيين على بيروت، شلون بتكون سلمية؟ وقت بيطلع كلب مثل الصاروت بيقول أبي شرفني يكون جاري شيعي أو علوي أو مسيحي، شلون بتكون سلمية؟ وقت اللي بتقعدوا بالجامع بتقول بالذبح جئناكم يا علوية، هاي شلون سلمية؟ هيدي الشعارات اللي طلعت بحما شلون سلمية؟ كل شعاراتكم طائفية، ذبح وقتل وتهجير، هي ما عم بفهم أنا سلمية كيف؟ قصوا مقطع خطاب للرئيس ساعة، بتقصوا مقطع أبو دقيقتين بينقال فيها سلمية وبتقولوا رئيسكم قال سلمية. لا، الرئيس ما قال سلمية. أنا أتحدى مقطع كامل الخطاب للرئيس الأسد
بيقول فيه انه هيدي الثورة هي ثورة سلمية. اللي بده يفهم كلمة سلمية بده يحضر الخطاب من أوله لآخره. هيدي ثورة مأجورة، هيدي ثورة لمصالح خارجية، مو لمصالح سورية، أبدا مو لمصالح سورية. والحمد لله وبفضل رب العالمين، ولأنه الله صاحب حق، انتم ناديتوا يا الله يا الله ملنا غيرك يا الله، ورب العالمين وقف مع صاحب الحق اللي هو الرئيس الأسد. والدليل الأكبر، لا تقل لي روسيا وإيران، انتم دخلتوا 180 دولة على سوريا، قاتلت هيدي الدولة. شعاراتكم قلتوا يا الله يا الله ملنا غيرك يا الله، فوين رب العالمين ما نصركم؟ اليوم بقى تقول لي روسيا وإيران، روسيا وإيران، فما فيني أنا رد عليك وقول لك أن روسيا وإيران هي أقوى من ربك، ما أنت شعارك كان الله معنا. فكيف الله معك وقدر الأسد يهزمكم أو الحلفاء معه يهزموكم؟ هو دخل بحق له بالشرع وبالقانون العالمي والقانون الدولي، بحق له يبعث وراء أي حليف بده إياه. هيدا الدستور عم بحكيك دستور عالمي، بحق له يدخل أي حليف بده إياه، مثل ما صار بالسعودية والإمارات واليمن. ما بدي أعيد وكرر. شالكم رب العالمين من الغوطة لإدلب، خسرتوا مناطق كتير بإدلب ولسه عم تتراجعوا ورح تصيروا بتركيا، فوين رب العالمين منكم؟ لو انتم اصحاب حق كان نصركم من وقت ما كنتوا بالغوطة، بس انتم على باطل، وانتم تأمرتوا على سوريا وتأمرتوا على الشعب السوري وتأمرتوا على الدولة السورية وعلى الرئيس الأسد. لهيك رب العالمين نصر صاحب الحق. عشتم وعاشت سوريا الأسد.